بي تي اس توكس بودكاست مع دكتورة إسراء خالد. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ عاملين لونشنج لمنتجات جديدة بمناسبة رمضان والعيد، وعاملين ابديت لمنتجات كانت عندنا، عشان احنا كل فترة بنعمل تطور للمنتجات وكده، فبنحاول قبل كل سيزون كده تبقى نفرقع فيها يعني كويس. طبعا عاملين شغل حلو، وبس حابين نبدأ بقى من البداية. دكتورة إسراء خالد، عرفينا بنفسك. أنا دكتورة إسراء خالد، صيدلانية، وعضو الجمعية العربية للتركيبات الصيدلانية، ومتخصصة في التركيبات العلاجية للبشرة والشعر، أم البنتين وزوجة، خريجة 2011. بس. طيب دكتور، احنا أول حاجة حضرتك قلتي صيدلانية. حضرتك ما اشتغلتيش في مجال الصيدلة اللي هو بيع الأدوية بقى والحاجات دي ليه؟ لأ، هو المجال الcosmetics والformulator اللي أنا باعملها دي هو ده أساس الصيدلة، مم. لإن إحنا مرّينا 5 سنين الصيدلة بنتعلّم فيها التركيبات، وبنتعلّم فيها إزاي تعملي formulation وإزاي تطلّعي تركيب الcosmetics والأدوية والحاجات دي كلّها. مم. هو يمكن بيع الأدوية دي المُتعارف عليه عند الشعب، إن هو إحنا صيدلية يعني هتخرجي تبيعي أدوية، بس هو الحقيقة إن مجالات الصيدلة كتير جدًا. مم. في منها زي ما قُلت لحضرتك المجال اللي إحنا فيه، وبالفعل أنا already نزلت اشتغلت في صيدلية أول ما اتخرّجت، واشتغلت في مستشفيات، بس الحقيقة ما لقيتش نفسي فيهم، مم. لإني أنا كان عندي شغف أصلًا من بداية المشوار أو بسبب دخولي الصيدلة، مم. كان إن أنا أعمل تركيبات وحاجات من دي. طيب براند لونار، احنا بدأنا الفكرة ازاي أصلا؟ يعني انتي حضرتك نزلتي صيدليات ونزلتي مستشفى وما لقيتيش نفسك، ففكرتي تعملي براند. فبدأتي الفكرة ازاي والاسم نفسه جه ازاي؟ هو في البداية أنا دخلت صيدلة أصلًا عشان حُبّي للتركيبات. بس يعني زي أي مرّيت بالمراحل كلّها وما لقيتش نَفْسي فيها، فمن بداية ما اتخرّجت حسّيت إن أنا عندي شغف إن أنا أبدأ الbrand بتاعي، خصوصًا لمّا كنت باشتري حاجات ومش بالاقيها أو مش بتمشي مع بشرتي أو بتسبب لي مشاكل معيّنة، إمم. فحسّيت إن هو أنا ليه ما أعملش اللي أنا اتعلّمته واللي أنا already درسته ال5 سنين اللي فاتوا، فبدأت أبحث وقررت بقى إن أنا لازم هاعمل ده، فبدأت آخُد كورسات كتير جدًا، سواء جوّه مصر سواء أونلاين برّه مصر مع دكاترة طبعًا، ودرست فيها تشريح الشعر وتشريح البشرة عشان أفهم في البداية إحنا هي هامشي إزاي أو هاركّب المنتج على أساس إيه. إمم. وبدأت بقى من هنا، بدأنا بقى كورسات وبدأت آخُد التركيبات وبدأت أجيب المواد الخام وأفكّر في الحاجة وهنعمل إيه وهنبدأ إزاي. فكرة الاسم جات منين، هي الحقيقة فكرة جوزي. إمم. أنا عندي بنتين لارا ولنا، ما شاء فكنت الله. حابة اسم لونر يبقى قريب منهم. إمم. يبقى لونر زي لارا ولنا، وهو بصراحة يعتبر بنتي التالتة، يعني الbrand ده يعتبر بنتي التالتة، ما شاء الله. اللي بادّيها وقتي كلّه وتفكيري حقيقي زي الولاد يعني. طيب إحنا الbrand بتاعنا ده تقريبًا بقى له كام سنة معانا؟ إحنا بقى لنا 4 سنين وماشيين في ال5. طيب حضرتك ذكرتِ الدكتور زوج حضرتك أكتر من مرّة، فعايزين نعرف بقى دعم الأسرة في بداية الbrand والتفاصيل بتاعته. هو الدعم دايمًا كان عن طريق إن هو طول الوقت بيدّيني support، إن هو لأ ذاكري ده، لأ اعملي ده، لأ شوفي ده محتاجين تركيبة معيّنة، وهو عشان دكتور شغّال في الأدوية نفسها، إمم. فكان دايمًا بيبقى شايف إنه في نقص دايمًا في حاجات معيّنة في السوق محتاجها، إمم. فكان دايمًا بيفتح لي كده أفكار معيّنة إن أنا لازم أبحث فيها، وإن أنا لازم أعمل المنتج دوّة يكون تخُص حالة معيّنة. إمم. سواء بقى إن إحنا نعمل combination ما بين كذا مادة، سواء كده يعني كفكرة عامةً، بالإضافة بقى لأهلي نفسهم طول الوقت كانوا بيدعموني، وكانوا شايلين بيتي وشايلين ولادي، كل دوّة يعني. طيب يعني دعم الأسرة طبعًا بيبقى مفيد جدًا، بس إحنا عايزين نعرف بقى عن الbrand بيعمل إيه بالضبط؟ رونر بيقدّم المنتجات الطبية والعلاجية والتجميلية اللي أي بنت محتاجاها، ومش بنات بس، الأطفال، وممكن يعني بيبقى في رجال كمان معانا.
أي حد بيبقى حابب بيقابل عنده مشكلة مثلًا للبشرة، للشعر، أي مشكلة، حتى الأطفال ولادهم ساعات بيبقوا عندهم قلق كده إن أنا مش هاعرف أستخدم product برّه عشان خاطر ده فيها chemicals مش عارفة إيه. فهي لونر بتقدّم الثقة في الأول وفي الآخر للعميل. إمم. لازم بناخد منه الdetails المعيّنة والحاجات اللي تقدر تفيده ونعمل له الproduct نفسها الcustomized ليها. طيب إحنا في ناس أنتِ بتقولي بيخافوا من جزئية إن ممكن ياخد product فالproduct يبقى فيه مشكلة، فبيتجهوا ليكم. الmaterial أو المواد الخام اللي إحنا بنشتغل بيها للproducts بتاعتنا، دي عبارة عن إيه أو بنجيبها منين أو بتمشي إزاي؟ عشان دي برضه نقطة بتهم الناس قبل ما يشتري، بيبقى عايز يعرف الmaterial بتاعة الحاجة اللي هيشتغل بيها يعني. هو مبدئيًا الmaterial كلّها اللي أنا شغّالة بيها هي أساسها طبيعي، إمم. سواء بقى الزيوت الطبيعية، سواء الهيدروسول، سواء الزبد، سواء كل الحاجات دي لازم تبقى عصْر على البارد. إمم. يعني عشان آخُد قيمة النبتة كلّها أو قيمة الحاجة كلّها اللي أنا باشتغل بيها، لازم تكون عصْر على البارد، لازم تكون مستخلصة بطريقة معيّنة. إمم. طبعًا بعد بحث طويل طويل يعني وناس كتير في السوق فيها، وفيها المغشوش وفيها الكويس، قدرت أوصل فيها لحد يعني ثقة جدًا في المجال ده، ومش بعيد إن إحنا كمان كنا بنروح نعمل التقطير بنفسنا النباتات والحاجات دي، إمم. لحد ما وصلنا فيها لنقطة معيّنة بقت دي مصدر الشغل بتاعنا. غير بقى طبعًا المواد الفعّالة اللي بنبعت نجيبها ساعات ما بتبقاش الquality اللي إحنا عايزينها هنا، بنبعت نجيبها من برّه مصر. في بلاد معيّنة بتجيبوا منها حاجة معيّنة والّا يعني بتبقى معظم المواد الخام اللي هو الفعّالة مثلًا زي الhyaluronic زي الcollagen الحاجات دي كلّها بتبقى مصدرها إيطالي، إمم. فبتبقى بتدّيني فعالية كويسة أوي، وطبعًا بنستناها بالشهور أكيد طبعًا. عقبال ما تيجي لنا يعني إمم. فده بيحقق نتايج حلوة أوي في الproduct. إيه اللي بيميّز الbrand بتاعنا عن أي حد في نفس المجال بتاعنا؟ ثقة العميل فينا، دي أول حاجة. بتتبنى إزاي الثقة دي؟ يعني شايفة إن إيه اللي بيخلّي الناس تثق أوي، لمّا بتاخد منِّك إيه، بيحصل إيه لأ عشان هي مش فكرة بتاخد إيه، هي الفكرة كلّها إن إحنا بنبدأها مع العميل من أول نقطة خالص. العميل جاي بيشتكي من نقطة معيّنة عنده للبشرة أو للشعر، فلازم أبدأ معاه المشكلة أعرف أساس المشكلة إيه. إمم. أساس المشكلة ده اللي بيخلّيني الأول أتكلّم مع العميل وأفهّمه. أنا شغّالة الأول على وعي العميل، لازم أشتغل على وعي العميل إن هو يبقى فاهم المشكلة دي حصلت إزاي، عشان تساعدني أنا كمان في نقطة العلاج. إمم. أثناء ما أنا باعالجه هاقدر إن هو كمان الحاجات اللي بيعملها غلط إن هي تساعدني فيها إن هو يبطّلها. إمم. وبناءً عليه بادّي له الproduct المعيّنة وبيمشي عليها، باعرّفه طرق استخدامها، باعرّفه المشاكل كلّها اللي ممكن تقابله في الخطوة دي، ولو حصل كذا نوقّف كذا وهكذا، يعني الsequence كلّها بتبقى مرتبطة بالمنتج بخطوات العميل اللي بيمشي فيها عليه. طيب أنا عرفت طبعًا إن من كلام حضرتك إن أنتم بتهتموا بكل تفاصيل صغيّرة لكل عميل، وبتاخدوا يعني information كتير جدًا عشان يبقى دي data عندكم تقدروا من خلالها تشتغلوا. عرفت برضه إن في استشارات بتحصل بينكم وبين عيادات خارجية علشان تقدروا تطلّعوا الquality بتاعة المنتج، وكل واحد ياخد الحاجة اللي تناسبه. بيحصل إزاي موضوع الاستشارات اللي بينكم وبين العيادات دي؟ هو أول حاجة أنا الteam اللي معايا اللي بيرُد فيها على العُملا ده دكاترة. إمم. ما ينفعش إن أنا يعني أي حد ياخد كده معلومة ويتكلّم فيها وهو مش على أساس علمي. إمم. فلازم اللي بيتكلّم مع العميل لازم يكون دكتور، فاهم المشكلة بتاعته إيه وفاهم الdetails بتاعته هتبقى إزاي. والله قدرت إن إحنا نحل المشكلة بproduct عادية عندنا، تمام، بندّيها للعميل بناءً طبعًا باسأله الأول أنت إيه المشكلة، حصلت إزاي، هل في نقص عندك في الvitamins لو already المشكلة دي سببها نقص فيتامينات معيّنة، تحاليل معيّنة، أيًا كان إيه اللي كمان بنطلبه منه. حضراتكم بتاخدوا تحاليل منهم عشان تعرفوا التفاصيل بالضبط، دي. يعني مشكلة زي مشكلة التساقط دي معظمها بيبقى دايمًا نقص vitamins عند العملا، إمم. فباسألها أنتِ عملتِ تحاليل؟ تقول لي لأ ما عملتش، طب لأ من فضلِك أنا محتاجة تحاليل 1، 2، 3 تعرضها عليَّ بعد ما تعملها، وبعد كده والله أنا قدرت أحل المشكلة تمام، ما قدرتش أحل المشكلة بيبقى already أنا شغالة مع دكاترة جلدية وتجميل، إمم. فبيبقى في ما بيني وما بينهم سؤال وجواب كده إن إحنا نمشّي العميل إزاي هنمشي في حل المشكلة دي. إمم. إذا الدكتور حابب يدخّل حاجة معيّنة كvitamins معيّنة لأ هنزوّد نوع تحليل معيّن، لأ ده إحنا هنعمل له تركيز معيّن من الproduct دوّة عشان خاطر يحل المشكلة دي، بنضبّطها له. ما قدرناش نعمل ده بنوجّهه مين يعمل له الجلسة، مين يقدر يتدخّل معانا كمان عشان يساعد في حل المشكلة دي. دكتور التعاون بينكم وبين المراكز الخاصة والعيادات الخاصة بيقتصر على الاستشارات بس اللي حضرتك قُلتِ لي عليها،
والّا في حاجات أكتر؟ هو زي ما إحنا بناخد منهم الاستشارات، هم أوقات بيطلبوا مننا حاجات بتتعمل customized بتفيدهم أثناء الجلسات، زي مثلًا لمّا بييجوا يستخدموا حاجات عايزين سيرامات معيّنة بتركيزات معيّنة بمواد معيّنة، إضافات معيّنة بتضاف للسيرامات والحاجات بيحتاجوها أثناء الجلسة، فدي إحنا بنعملها لهم طبعًا على حسب طلب الدكتور هيمشي فيها إزاي أو محتاج إيه في الجلسة دي تفيده. بالإضافة طبعًا بيبقى عندهم عُملا بتحتاج تركيبة معيّنة هتفيدهم أثناء الجلسات اللي الدكتور بيعملها لهم، فبنعمل التركيبة دي للعُملا بالفعل. طبعًا غير منتجات الفرد اللي بيبقى دلوقتي سامعين عنها كتير في السوق والمشاكل بتاعتها وأضرارها وإزاي بتعمل حرق للشعر وبتعمل تساقط، فطبعًا عيادات الجلدية عامةً أو مراكز بتاع علاجات البشرة والشعر مش هينفع تستخدم أي product موجودة فيها نسبة عالية من الفورمالين أو حتى نسبة قليلة من الفورمالين، لإن ده مش هيبقى في حد ذاته علاجي، هيبقى مجرد شكل بنديه للشعر وخلاص، وده بيعمل بعد كده مشاكل أكبر بكتير إن اللي بيهتم بالشكل بس. إحنا عندنا في منتجات الفرد بيبقى بنتارجتها في نقطة تانية خالص، إن هي بتبقى منتجات علاجية. بتفيد الشعر أكتر ما هي بتسبب شكل للشعر. إمم. طبعًا بتحسّن من شكل الشعراية وبتحسّن من يعني بتخلّي الشعر طول الوقت مهندم، لأ هي كمان لو الشعراية محروقة قبل كده أو جاية لي تالفة أو جاية لي شعراية مثلًا حد عنده صلع وراثي أو حد عنده مشاكل تساقط صعب وشعرها مش راضية عنه، بتضطر إن هي بتدوّر على حاجة علاجية، بتضطر تروح لمركز علاجي يعمل لها حاجة تحسّن من شكل شعرها، أكيد. فبيدوّروا فيها على المنتج اللي يحسّن الشكل وفي نفس الوقت يبقى علاجي. فإحنا دايمًا منتجات الفرد عندنا مبدئيًا بتبقى خالية تمامًا من الفورمالين، بتبقى مليانة مواد علاجية بتعيد هيكلة الشعراية من أول وجديد، يعني أثناء ما الجلسة بتتعمل هي بتدّي شكل حلو وفي نفس الوقت بتحسّن من الألياف وترطيب الشعراية، وكل جلسة بتتعمل عن الجلسة اللي قبلها فعلًا حالة الشعر بتفرق جدًا. يعني إحنا لمّا بنسمع في السوق إن الجلسة اللي عملناها وفرد وشعري طِلِع بعدها وشعري طلع مُجعّد، ده وقع، ده اتقطّع، الكلام ده ما بيحصلش تمامًا مع الجلسات عندنا بتاعة الفرد والمنتجات الfiller والكافيار والحاجات دي كلّها، إحنا بنبقى مدعّمينها بمواد علاجية زي الhyaluronic acid زي الcollagen، الحاجات دي زي ما البشرة محتاجاها الشعر كمان محتاجها. فده إحنا بنهتم بيه جدًا في وجود الجلسة، يبقى أنا رضيت العميلة من ناحية إن أنا سِبت لها شكل شعر لطيف، وفي نفس الوقت عالجتها من أول وجديد، فده بيخلّيها عندها ثقة فيّا طول الوقت، بتيجي تعمل عندي شعرها أو على المركز اللي أنا متعاقدة معاه، وكمان بالإضافة إن هي بتخلّي قرايبها وأصحابها وكلّهم حتى الأطفال عندنا بنتعامل معاهم منتجات الفرد بتاعتنا من كتر ما هي آمنة، إحنا بنستخدمها للأطفال بدايةً من 6 سنين. طبعًا بما إن إحنا team وحضرتِك كنتِ بتتكلمي معايا إن في team وفي دكاترة وفي ناس متخصصة بترد على بأساليب علمية، إحنا لازم نكون بنطوّر نفسنا. من وجهة نظرِك كده طرق التطوير الذات اللي عندكم أنتم كteam بتحصل إزاي؟ بُص، هو التطوير فعليًا بيحصل عندي يوميًا، يعني فعلًا الكلمة دي اللي باقولها مش مجرد كلمة كده لأنه فعلًا كل يوم في السوق في مواد خام جديدة، إمم. وفي أبحاث جديدة من FDA وفي أبحاث جديدة على مستوى العالم كله، لازم يبقى على طول إحنا مطّلعين عليها، عشان كل مادة من المواد دي بيحصل فيها لأ زيادة، في نقص، في مشكلة حصلت على مستوى العالم مثلًا مشاكل معينة، فلازم نبقى واخدين بالنا من حاجات زي دي. وغير كده بقى الكورسات، إن إحنا طول الوقت بنبقى كورسات، استشارات طول الوقت مع دكاترة الجلدية، إيه اللي ممكن أعمله في حالات معيّنة، إيه اللي ممكن أعمله في حالات خاصة كده، فهي طول الوقت كورسات وطول الوقت قراية ودراسة زي أي مجال طبي. في منتج طلّعناه from A to Z منتج إحنا الbrand بتاعنا هو اللي عمله؟ إحنا كل منتجاتنا من A to Z إحنا اللي عاملينها، أكتر من 100 منتج أنا اللي عاملاهم من A to Z، مبنيين الأول على طبعًا زي ما قُلت لحضرتك الدراسة، بعد ما بندرس كل مادة خام في كل الproduct هي إيه، يعني لو منتج مثلًا مكوّن من 5 مواد فعّالة، إمم. لازم أكون دارسة إيه كل مادة فعّالة بتعمل إيه، والحد الأدنى والحد الأقصى لكل مادة تتحط للحالة دي إيه، وبناءً عليه بنركّبها. طب في حالة التركيب دوّة إحنا لو حطيتها في يعني عملت لها combination مع كذا مادة، إيه الحد إن هو يتحط فيها، فكل ده بيتم دراسة وبعد كده بيتعمل له الformulator معيّنة، وبتبدأ فعلًا المنتج يتعمل. وبناءً عليه بيتجرّب، وبعد ما بيتجرّب بينزل السوق. طيب بما إن إحنا من الألف للياء كده زي ما بيقولوا الحاجة بتاعتنا، بنجرّب في مين بقى؟
مين السعيد الحظ اللي بياخد التجربة هو الأولانية؟ مبدئيًا إحنا مش بنجرّب لمجرد إن إحنا يعني عاملين حاجة وهنرميها كده ونجرّبها، لأ إمم، هو زي ما أنا قُلت لحضرتك إحنا بنعمل الproduct بناءً على يعني على الأدنى والحد الأدنى والحد الأقصى للمنظمة الصحة العالمية والحاجات اللي بتبقى فيها علاقة بالمواد دي، فطبعًا إحنا بنبقى مضبّطين ده تضبيط كامل، إمم، عشان ما أقدرش إن أنا باعمل منتج لمجرد هاجرّبه، لأ طب افرض ما هنقعد كده ناخد في المنتج وقت كتير جدًا. إمم، فإحنا بنجرّبه بناءً على الproduct دي عشان أشوف الeffect بتاعه على كل نوع بشرة، على كل عميل حالته غير التانية هيوصل معايا الeffect بتاعه عامل إزاي، إمم. مش مجرّد إن أنا باجرّبه على عميل عشان هاشوف التحسُّس بتاعه عامل إزاي أو عمل مشكلة، لأ هي مش الفكرة في كده، وأول الناس اللي بيجرّب طبعًا أنا، وبعد كده بقى الأقرب في الأقرب، آه، يعني قرايبي وصحابي وبيبقى فيهم بعض الclient كده اللي بيبقوا حابين إن هم يجرّبوا حاجات معيّنة، بيجرّبوا، بس بناءً على إن هم عايزين تركيزات معيّنة من منتج ده، يعني خدِت منّي منتج معيّن، لأ أنا عايزة تركيز أعلى شوية، إمم، فالتركيز الأعلى شوية لازم باجرّبه برضه أنا وحد قريب قبل ما أطلّعه لها، إمم. بنتابع بقى بعد كده سوا. طيب إحنا أكيد في بداية الطريق كنا بنفكّر إزاي إن إحنا نوصل لحاجة كويسة، أكيد بقى في الطريق ده وفي الوقت البداية في صعوبات كتير قابلتِك، زي إيه مثلًا؟ هي الصعوبات يوميًا، مش في أول الطريق بس، هي دايمًا الصعوبات بتبقى في اختيار المنتج، الفكرة نفسها بتاعة المنتج هي إيه، المواد الخام إزاي تتوفّر، اختيار العبوات، اختيار الdesign، كل يوم إحنا في صعوبات حقيقي، لإني عشان أطلّع منتج finish product نهائي بالشكل ده، إمم، بيبقى مَر بمراحل كبيرة جدًا. إمم. زي ما قُلت لحضرتك كل حاجة بتاخد وقت وتفكير فعلًا صعبة، هي مش حاجة سهلة كده أنت شايف product مدّيه لك كده، لأ هي في الأول بتبقى فكرة، بعد كده تنفيذ، بعد كده يعني قصة طويلة عريضة. بيبقى فيها دراسة كبيرة، بيبقى فيها دراسة بالضبط للمنتج، للمواد الفعّالة، للنسب للعبوات نفسها، إمم. اختياري للعبوات نفسه، اختياري للdesign نفسه، كل دي بتبقى صعوبات بتواجهنا يوميًا، من بداية ما بدأت لحد يومنا هذا. دكتور طبعًا أكيد في patients كتير عندهم مرض الحساسية ومن الproducts أو من حاجات كتير، بتتعاملوا مع الجزء بتاع الحساسية ده إزاي؟ هو الحساسية مبدئيًا هي مش مرض. هي رَد إمم، فعل لحاجة معيّنة بتستخدمها، زي مثلًا لمّا إحنا بتيجي في ناس تبقى مش عارفة إن هي عندها حساسية مثلًا وبتاكل فراولة أو تاكل موز، فده بيبقى رَد فعل من الجسم إن هو مش قابل مادة زي دي تدخل له، بالضبط نفس فكرة الproduct، أي product ممكن تجيبه ممكن يظهر منه حساسية وأنت ما بتبقاش عارف ده، ولا أنا هاقدر أحدد حاجة زي كده، ولا أي دكتور على مستوى العالم كله يقدر يحدد ده، مع استخدامك للمنتج هو اللي بيبان النتيجة بتاعته. وإحنا عشان خاطر يعني قدّرنا نقطة زي دي عند العميل ممكن تكون بتعاني منها أصلًا، عملنا bundle وحاجات معيّنة تكون توفّر لها إن هي تعرف منها عندها حساسية والّا لأ، بإضافة إن هي كمان مش هتقدر تدفع فيها مبلغ كبير، يعني إمم. أنت شايف في السوق دلوقتي الأسعار بقت حاجة صعبة جدًا، الmaterial نفسها بقت غالية، فأنتم صعب ممكن تروح إن تجيب مثلًا سيرم يعدّي ال1000 جنيه. إمم، ومجرد ما تستخدمه أول استخدام بيظهر منه حبوب في الجلد أو يظهر منه مشاكل في البشرة فترميه، إمم. فإحنا عشان عارفين إن إحنا ما نهدّرش الحاجات دي للناس، عملنا حاجة زي الbundle serum دي بتبقى مكوّنة من 3 أنواع من السيرامات، فيها كل الproduct تقريبًا أو كل الingredient البشرة بتحتاجها عشان تدّيها effect النضارة، لإن معظم الناس اللي بتيجي تستخدم دلوقتي بتبقى أول السؤال إحنا عايزين حاجة تدّي نضارة لبشرتنا. إمم. فتلاقيهم بيروحوا يدفعوا أسعار مُبالغ فيها عشان خاطر بس يحصلوا على النقطة دي، مع الاستخدام الغلط أو أي حاجة مش مضبوطة ممكن يظهر زي ما قُلنا الحساسية. الحساسية اللي ممكن تظهر زي حبوب صغننة، زي احمرار في الجلد، زي حاجات من دي، فساعتها الجلد ما يتحمّلهاش. فإحنا وفّرنا حاجات تعتبر في نفس الوقت عينات، وفي نفس الوقت حاجة يعني مش حجمها كبير وأسعارها أسعار ال3 دول ما يجيبوش سعر سيرم في السوق. أكيد. زي مثلًا niacinamide دي من أكتر المواد اللي ممكن تعمل حساسية لبعض الناس لو هو مش عارف استخدامها الصح، إمم. أو جاب نوع مثلًا بتركيز عالي جدًا مش مناسب لبشرته. يعني التركيز فإحنا كمان بيفرق. طبعًا التركيز بيفرق، ما إحنا هنا في الbundle دي عاملين التركيزات الكويسة اللي تمشي مع كل أنواع البشرات، إمم، إلا بقى لو بشرة نفسها جلدها عنده حساسية من ده، إمم. فمش هتقبل حاجة زي كده. تمام. فالريتينول مثلًا دي من الحاجات برضه مهمة جدًا دلوقتي وواخدة صيت عالي جدًا في مجال التجميل، والhyaluronic acid طبعًا المادة الأساسية اللي كل الناس بتبقى بتدوّر عليها في كل الشركات العالمية والحاجات دي أسعارها عالية جدًا، برضه وفّرناها في ده.
فدي حاجه وفرناها عشان العميل نفسها تيجي تسال اصل انا عندي حساسيه، اصل انا مش عارفه كذا. طب عندك حساسيه من منتج ايه؟ انا مش عارفه، انا استخدمت منتج معين وحصل لي فيها حساسيه. طب قولي لي المنتج كان ايه؟ فانا ساعتها بضطر ان انا ادخل حاجات زي دي بتبقى احجام صغيره بسعر عالي عشان اقدر نحل نقطه الحساسيه. طيب دكتور، احنا الكلاينتس بتوعنا ممكن يطلبوا اوردرات. هل في اوردر حضرتك رفضتيه وكان قيمته عالية جدا بسبب الكلاينت نفسه؟ دي حقيقه. ازاي بقى؟ في بعض الكلاينت بيجي هو شايف ان في منيو موجود على الصفحه في كل البرودكت، مثلا في مشاكل مثلا شعر المتقصف، في مشاكل شعر في تساقط والقشره وهكذا. وجايه تطلب لي مثلا حاجات هي عندها قشره وعايز تاخد مجموعه القشره ومجموعه الشعر، ترطيب الشعر. هما الاثنين دول بيتضاربوا مع بعض مبدئيا، ما اقدرش ان هي تطلب حاجه زي كده وتقدر تطلب حاجه زي كده. هي خطوات احنا بنمشي بيها. فلقيتها بتطلب يعني حاجاتها مجموعه القشره ومجموعه ترطيب الشعر، وبتطلب ماسكات كتير جدا للشعر في نفس الوقت. ومع الاوردر ده في نفس الاوردر بتطلب حاجات لنضاره البشره وحاجات كمان قويه جدا على الجلد. فسالتها قولي لي ايه الحاله بتاعه يعني بشرتك؟ لا يعني اعرفك ليه؟ يا ستي ما احنا يعني احنا دكاتره وهنفهم حاله البشره، بس انا محتاجه الاوردر. طب ما هو انا مش هقدر اطلع لك اوردر وانت فيها واخده حاجات اصلا متضاربه، عرفيني الحاله. لا انا حابه الحاجات دي. فهي الفكره كلها عندنا مش المكسب المادي قد ما انا مهم جدا بالنسبه لي ان ياخد البرودكت يقدر يستفيد بيها على اكمل وجه. ما يبقاش المنتج عندك في البيت بتاعي وانت مش مستفيده بيه. لان انت بتاخدي مجموعه القشره حد ذاتها المفروض ان هي تنشف شويه الدهون بتاعت الافرازات الدهنيه بتاعت الجلد اللي المفروض في حد ذاتها تعالج القشره. تمام. منين بقى انا المفروض ان انا اعالج القشره وادخل نسبه زيوت في اثناء علاج القشره؟ ده في حد ذاته مش صح. يعني ممكن عشان هيزود القشره مش هتعالج القشره. هترطبي فهتزود القشره، فانت لازم الاول نعالج. بالظبط. فهي في الحاله دي هتيجي تقول البرودكت مش حلو بناء ان هي مش مستخدماه صح او مش مستخدمه البرودكت اللي تمشي مع بعض. ففي الحاله دي لا، رفضت الاوردر طبعا. يعني هي مش راضيه تعرفني الحاله بتاعتها ايه، ورافضه رفض تام، يعني كاني بجد داخله فيها عامله معاها مشكله، رافضه رفض تام. فقلت انت لها مش انا اسفه بتحققي جدا، معايا، يعني انت ما انا اسفه مش هقدر اطلع برودكت كلهم عكس بعض في اوردر انا يعني مش عارفه هو وضعه ايه او هتستخدميه ازاي. طيب دكتور، في مشاكل بتحصل غير اللي حضرتك بتتكلمي عليها؟ في مشاكل بتحصل زي ان العميل يكون عنده مشكلة معينة وانت لازم تتعامل معاها. في حاجات كتير بقى، اذا كان شغل بقى خدمة عملاء او حاجات بقى مش تكنيكال زي اللي انت بتتكلمي فيها، بتتعاملي مع الحاجات دي ازاي؟ في مشاكل كتير بتجيلنا عن طريق مثلا شحن المحافظات او شحن عامه. البرودكت ضاع، ده البرودكت اتكسر، ده البرودكت اتاخر، ده كل الحاجات دي بتبقى مشاكل كبيره جدا عشان خاطر العميل بيبقى مستنيها في وقت معين. عندها مثلا مناسبه، عندها فرح، في الحاجات دي فبضطر ان احنا نعوض العميل حاجه زي كده. في برودكت ساعات تروح مدلوق، دي بتبقى حاجه خارجه عن ارادتنا وبنحاول نصلحها ان احنا بنعوض العميل بنفس الحاجات اللي خدها تاني. دكتور، هل ممكن تكون المشكلة مش من المنتج، بتكون من العميل نفسه؟ بالظبط، لان في اوقات عملاء بتبقى عندها ميس بتستخدم بطريقه غلط جدا، او ان هي ببقى قايله لها على طريقه معينه وتحب هي يعني نزود بقى نزود عشان هنجيب افكت كويس، فاحنا نزود البرودكت ده هيجيب نتيجه في اسرع والنتائج احسن. بالعكس، هي الاستخدام مش صح للمنتج ده بيجيب نتائج عكسيه مش نتائج احسن. ف... فدي مشاكل بتواجهنا طبعا كتير مع العملاء. عشان كده احنا دايما قبل ما بنخرج اي منتج عندنا لازم ببعت فويس. انا شخصيا او اي حد من الدكاتره اللي بيتابع مع العملاء ان احنا بنبعت فويس مفصل بطريقه الاستخدام، ورغم ده بيبقى طريقه الاستخدام اصلا مكتوبه على العبوه. يعني انا بعمل دبل افكت عشان خاطر يعني الناس تبقى فاهمه ده، وبرضه بلاقي المشاكل دي موجوده. بس بحاول على قد ما اقدر ان انا حتى لو حصل مشكله مع العميل من دي ان احنا برضه بنحاول نحلها بطريقه سلسه كده وكويسه يعني. طيب في بعض الأوقات بيحصل مواقف مميزة كده مع العملاء، عايز أسمع عنها. يعني كان في موقف من فترة كده إن عميلة عندنا هي عايشة برّه مصر، وبتاخد هي product كتير جدًا وهي مسافرة، وبتوزّعها على أصحابها هناك وسامعة النتايج منها حلوة جدًا. فنزلت مصر وكانت عاملة عيد ميلاد لبنتها، فقالت لي: "أنا عايزة أعمل حاجات أوزّعها على أصحابي وكده تكون نتايجها حلوة."
طيب إحنا المفروض إن إحنا في التوزيعات بنعمل حاجات المتعارف عليها، يعني تبقى كهدايا صغيرة، حاجات تنفع مع كل الناس. إمم، لأ، هي حبِّت إن هي الحاجات اللي تدّيها العميل فعلًا يستفيد بيها أو إمم. صحابها يستفيدوا بيها، زي مثلًا سيرامات البشرة. دي من الحاجات اللي دايمًا بتطلع يعني تبقى هدفها علاجي أكتر، إن أنا لو عندي مشكلة خطوط، عندي مشكلة تصبغات، عندي مشكلة مش عارفة إيه، فبنطلّع السيرم المناسب لحالة الجلد. فهي طبعًا لمّا حبِّت إن هي تعمل حاجة زي كده، كان ترشيحي ليها إن إحنا نستخدم السيرامات مرطبة إمم. للجلد، إن هي تدّي شوية effect نضارة وتغذية للجلد، مش هندخل في قصة السيرامات اللي هي بتعالج بطريقة جامدة أو مركزة للجلد. فكان ترشيحي ليها لبعض السيرامات، وعملنا لنا فعلًا سيرامات تكون علاجية كده وحلوة للبشرة، وتدّيها برضه نضارة لصاحبتها، وفعلًا فرحت بيها جدًا، ولقينا بعدها الناس نفسها بيكلمونا مبسوطين جدًا من الهدية دي، وكرروهم بالفعل. طبعًا معنى اللي حضرتك بتقوليه ده إن أنا فهمته يعني، إن حضرتك ما بتستفيديش من إنِّك تبيعي كتير وتاخدي فلوس كتير، على قد ما أنتِ لمّا بتبيعي الحاجة صح بتجيب فعلًا نتيجة مع العُملا، ده العائد المادي اللي ممكن تكسبيه، إن هي بيرشحوا لِك ناس تانية أكتر، بيعرّفوا أصحابهم إن الحاجة دي فعلًا مفيدة وeffective وإن أنت ممكن تستفيد منها، فبالتالي دي اللي بتجيب لِك شغل أكتر يعني. هو بالفعل أنا مش من ساعة ما بدأت الbrand وأنا مش الهدف المادي عندي مش هو الأساسي. أنا الترشيحات العُملا ليّا أو إن أنا أبني ثقة مع العميل، هو ده الهدف الأساسي عندي. و90% من الدعاية عندي هي ترشيحات العُملا لأصحابهم وقرايبهم وجيرانهم وعلى الجروبات، كل دوّة بيبقى ده طبعًا فايدة ليّا. يعني مثلًا عندي عُملا لمّا بييجي لهم مثلًا أي مشكلة بتواجههم سواء حد أو قرايبهم، أول حاجة بييجي في دماغهم إن هم يكلمونا، ياخدوا رأينا مثلًا في منتج معيّن أو وصفة معيّنة لقوها على النت أو كلام كتير من الترندات اللي موجودة على النت، أول حاجة بييجوا في دماغهم إن هم يسألونا عنها، بيجيبوا الفيديو، بيجيبوا البوست وبيسألونا عنها. أنا حتى لمّا حد بييجي يهاديهم بproduct ممكن ما تكونش من عندي، بييجي ياخدوا رأيي في المنتج ده، أستخدمه والّا لأ، أنتِ شايفة إن هو هيبقى كويس مع حالتي والّا لأ؟ فده طبعًا عمل ثقة كبيرة ما بيني وما بين العُملا، وده اللي فادني في مشواري كلّه الفترة اللي فاتت. طيب دكتور على ذكر العُملا بقى اللي بتهادي بعض والحاجات زي كده، هل ممكن حد ييجي لِك يقول لحضرتك أنا عايز هدية مثلًا واحدة تقول لِك أنا عايز هدية لأختي أو هدية لواحدة صاحبتي من عندِك وتكون تنفع ليها حتى من غير ما أعرف تفاصيل عن حالتها وكده؟ هو إحنا الbrand عندنا بيقدّم خدمتين، خدمة المنتجات العلاجية الطبية زي ما قُلت لحضرتك، والخدمة التانية اللي هي التجميلية، اللي هي المنتجات اللي تنفع لكل بنت، زي إيه بقى؟ زي بقى الlip gloss، زي الblusher، زي الماسكارا، زي الpowder، زي الlotion، زي البرفان، زي الميستات، كل الحاجات دي بتقدروا يهادوا بيها بعض بدون ما نعرف إيه المشكلة اللي عندها. فبالفعل بيبقى مثلًا جاية تاخد هدية لصاحبتها أو لمامتها أو لأختها، لو هي عارفة إن عندها مشكلة مثلًا وبتعاني من التساقط وهي already فعلًا مجربة منتجات التساقط عندنا أو مجربة الحاجات العلاجية وجايبة نتيجة، وعارفة إن صاحبتها بقى لها فترة طويلة بتعاني من المشكلة دي، فحابة تاخد لها حاجة زي كده، تمام، بارشحها لها وبادّي لها حاجات اللي هي تنفع إن هي تبدأ بيها. إمم، ولمّا تشوف نتيجة منها، صاحبتها نفسها بترجع تكلمني تاني وبنكمّل بقى المشوار بتاعنا. لو هي مش عارفة وحابة إن هي تاخد لها هدية، بيبقى ترشيحي دايمًا للحاجات اللي هي الlip gloss والحاجات دي بنعمل لها package فيها حلوة، بنقدّمها لها فعلًا بتبقى هدايا مميزة جدًا. غير بقى الناس اللي بتبقى مثلًا عندها أسبوع، أعياد ميلاد، أفراح، كتب كتاب، بيطلبوا توزيعات معيّنة بيعملوها بنعملها لهم customized. زي مثلًا في ناس بتطلب مسكات، مخمريات، برفانات، بنعملها لهم في package معيّنة، حتى الكروت اللي بنصممها لهم على حسب ذوقهم، إمم. وبتتوزع في الأفراح وفي المناسبات، وبتبقى فعلًا برضه هدايا مميزة جدًا. طيب دكتور إحنا قررنا ننزل بازارات وأكيد البازارات دي فادتِك في الmarketing، فادتِك إزاي؟ مبدئيًا فادتني إن أنا باتواصل مع العميل direct، مش من ورا بقى الشاشات ومن ورا في السوشيال ميديا طول الوقت. في عُملا في بعض الأوقات بيبقى حابين يورّوني مشكلة معيّنة عندهم، سواء في جلدهم، سواء في بشرتهم، سواء في شعرهم، فبييجوا ساعات البازارات عشان أتعامل معاهم direct وأشوف المشكلة أساسها إيه. وفي عُملا بتبقى جديدة لسه داخلة عندك جديدة الgroup، هي مش عارفة دُولة مين وعارفة دول إيه، فبيبقوا حابين ييجوا يشوفوا الproduct على الطبيعة، إمم، ويشوفوا مين اللي بيتعاملوا معاهم. ده بيخلّي عند العميل ثقة كبيرة فينا. إمم، فده أكتر حاجة فادتنا في نزول البازارات، إن إحنا نتعامل مع العُملا القديمة ونزوّد ثقتهم بينا، والعُملا الجديدة إن هم يعرفونا أكتر. إمم. طبعًا الناس الجديدة اللي هي بنعرفهم لأول مرّة، بيشوفوا كل حاجة على الطبيعة، بنبقى بنعمل معاهم link فيما بعد البازارات طبعًا.
طيب دكتور، إحنا السوشيال ميديا دلوقتي بقت هي اللي مسيطرة على العالم كله. طبعًا أكيد السوشيال ميديا كانت مفيدة بالنسبة لِك وبالنسبة للbrand. ده حصل إزاي أو استفدتوا منه إزاي؟ هي زي السوشيال ميديا ما فادت ناس كتير جدًا، هي فادتنا أولًا لإن إحنا أولًا شغلنا كلّه أونلاين، إمم، وهي دلوقتي بقت في كل بيت. إمم، وبقت الأقرب لأي حد فينا إن هو لو مثلًا دكتور أنا صعب إن أنا أنزل له دلوقتي أو أنا في بلد تانية ومش عارفة أتعامل معاه، وأقرب حاجة إنِّك تمسك التليفون وتتكلموا في مشكلة معيّنة، ده أنا حصلت لي كذا معيّنة، بيصوّر المشكلة حصلت وبيبقى الرد عليها فوري، فده بالنسبة لنا بيبقى حاجة مميزة جدًا. بالإضافة بقى إن إحنا دايمًا بنعمل فيديوهات توعية للناس وطرق الاستخدام، وتاخدي بالِك من محاذير معيّنة تاخديها في أكلِك، في شربِك، في طريقة التعامل مع حاجات معيّنة، في روتينِك الطبيعي، كل الحاجات دي بتفرق جدًا مع الناس اللي هم شايفين الحاجة دي طول الوقت قدّامهم، مش مجرد إن أنا باروح مركز أو مكان بيقدّم لي خدمة وقتية في الوقت دوّة وخلاص على كده، لأ هي طول الوقت إحنا متواجدين معاهم، فده فادنا طبعًا كتير جدًا. دكتور إسراء، حضرتك اتكلمتِ إنِّك بتعملي فيديوهات توعية، بحيث إنِّك توعّي الناس بحاجات معيّنة ليها علاقة بالمجال. إيه الموضوعات اللي حضرتك بتتكلمي فيها تقريبًا؟ بُص، هو أنا من بداية ما بدأت إن أنا لازم التوعية دي تبقى للعميل مهمة جدًا، لإنه في أوقات إسراء مش موجودة، في أوقات كتير في معلومات مغلوطة كتير عن النت، في مواصفات كتير، في حاجات بياخدوها من حد مش متخصص أصلًا، فهو العميل أكتر حاجة هو اللي هيفيد نفسه بنفسه، لو هو فاهم صح بشرته محتاجة إيه أو شعره محتاج إيه، هو اللي هيقدر يفيد نفسه بنفسه. خصوصًا الفترة دي بقينا دلوقتي سامعين ترندات كتير جدًا عن مواد وحاجات كتير لو العميل استخدمها ممكن تأذيه، مش ممكن ت ت تصلّح له الدنيا اللي هو بيتعامل فيها. زي مثلًا كنت سامعة فترة فاتت أصل البشرة الدهنية ما تترطّبش، ودي أكتر غلط ممكن يسبب مشاكل أكتر البشرة الدهنية من ناحية الحبوب، من ناحية الأكسدة، من ناحية حاجات كتير جدًا. البشرة الدهنية عامةً لو ما اترطّبتش، هي بتفرز دهون أكتر من لو اترطّبت. إمم، اعتقادًا من المُخ إن البشرة بتجف منّه، فهو هيبدأ يفرز الإفرازات الدهنية، فيخلّي البشرة بتفرز over عن زيادة عن اللزوم، فتبُص تلاقي بعد كده في حبوب بدأت تتكوّن تحت الجلد وفوق الجلد، مشاكل كتير جدًا هي في غنى عنها عشان خطوة بسيطة جدًا إن هي ترطّب البشرة بمُرطّب مناسب ليها، يعني مُرطّب البشرة الدهنية غير مُرطّب البشرة الجافة. أوقات تانية مثلًا عن مشكلة الحبوب، إحنا سامعين في دلوقتي product مثلًا قوية جدًا في علاجات الحبوب. في ناس ما تستدعيش إن هي تاخد منتجات علاج الحبوب دي بالذات، فتيجي تستخدمها تلاقي البشرة اتبهدلت، مشاكل وحبوب والتهابات وكل ده أصلًا في حد ذاته بيدمّر الحاجز الجلدي. الحاجز الجلدي ده اللي بيخلّي الجلد نفسه في حالة مشدود، حالة إن هو نضر، حالة إن هو شكله لطيف، فبدل ما هي بتصلّح مشكلة، هتعالج مشكلة وهتاخد وقت أطول بكتير فيها. فهي دايمًا التوعية هي اللي بتخلّي العميل أنت محتاج إيه في التوقيت إيه، وهتستخدمه بطريقة عاملة إزاي، واحتياجك ليه مدته قد إيه، وهتدخّله بطريقة صح عاملة إزاي، مش بس مجرد إن أنا باستخدم منتج وخلاص هو دوّة المنتج أصل أنا سمعت عن الريتينول بيجيب نتايج حلوة أوي مع الناس، تمام هو الريتينول حلو أوي بس أنتِ عارفة طريقة استخدامه إزاي؟ لأ، الناس مش فاهمة إن الريتينول مثلًا ممكن هيدخل تدريجي، بطريقة تدريجي. ما بينفعش مع مثلًا البشرة الجافة، ما ينفعش مع البشرة الحساسة، كل دي مشاكل بتتعرّض لها وتبُص تلاقي مجرّد إن هي استخدمت المنتج بالطريقة دي أو سمعت عنه بpost معيّن أو blogger طلعت قالت عنه مثلًا بطريقة معيّنة واستخدمتها بالطريقة دي، عملت معاها مشكلة كبيرة جدًا، فده اللي إحنا بنشتغل عليه من أول ما بدأنا الbrand عندنا. طب دكتور، إيه هي المنتجات الأكثر مبيعًا؟ المنتجات الأكثر مبيعًا عندنا منتجات في الشعر وفي منتجات في البشرة، المنتجات الأكثر مبيعًا عندنا مثلًا في البشرة المنتج بتاع الfiller بتاع البشرة. إمم، ده منتج مميز جدًا وفعلًا يعني بيطلع بكميات حلوة جدًا عندنا. هو مش هدفه الfiller اللي هو زي ما إحنا عارفين الfiller إن هو هيملى وينفخ والكلام ده كله لأ، هو منتج علاجي هدفه فيها بيملى الخطوط التعبيرية، فده في إمم، حد ذاته اسمه filler إمم، يعني الهدف الأساسي من الfiller إن هو بيملى الخطوط التعبيرية أو بيضبّط التون بتاع البشرة كله. إمم، فالكريم بتاع الfiller ده هو المكون الأساسي فيه مادة الكافيار، هي مادة أساسية جدًا بتلعب دور مهم جدًا في البشرة، لإن هي بتضبّط الفيتامينات وبتحفّز كمان إنتاج الكولاجين والحاجات اللي في الجلد، فدوّة منتج نتايجه حلوة أوي، بالإضافة بقى إن هو بيعالج، هو كمان بيدّي
اشراقه كده للبشره ونضاره حلوه قوي. ده بالنسبه للبشره. وطبعا سيرامات البشره لا غنى عنها لكل الناس، سواء كبير سواء صغير، الحمد لله يعني من البيست سيلر عندنا. عشان عندنا فيها كذا انواع من انواع السيرامات، تقريبا كل انواع السيرامات اللي موجوده في الدنيا كلها هي موجوده عندنا، احنا عاملينها الحمد بتركيزات لله. حلوه جدا. إمم. البيست سيلر عندنا في حاجات الشعر طبعا، الحاجه العلاجيه اللي هي مجموعه التساقط. الشعب إمم. كله بيعاني دلوقتي من التساقط إمم. والفراغات، أكيد. فبنبقى حاطين فيها تركيزات حلوه جدا من الحاجات الطبيعيه، إمم. ومن الحاجات اللي هي المواد الفعاله اللي تنشط الدوره الدمويه بتاعه البصيلات. أكيد. بالاضافه بقى لحاجات برضو مشاكل شائعه للشعب كله، الهيشان والجفاف بتاع الشعر. إمم. فده برضو من مجموعات البيست سيلر عندنا، بتسبب ترطيب وبتعيد بناء الشعرايه من اول وجديد. دكتور، إحنا معانا النهارده بعض المنتجات، أحب حضرتك تعرّفينا كده على بعض المنتجات وبتعمل إيه وتفاصيلها، شرح شوية عن المنتجات. هو اول حاجه معايا هيبقى المجموعه بتاعه القشر. إمم. ناس دي كتير قوي، المشكلة العامة مع الناس كلّها دلوقتي. وخصوصا في شهر في الشهور الشتاء إمم. بتعاني الناس كتير جدا من القشر. والمتعارف في علاجات القشره ان احنا بنستخدم شامبوهات. إمم. الشامبوهات في حد ذاتها في علاجات القشره ممكن ما تديش الايفكت اللي انا عايزاه او النتيجه العلاجيه اللي احنا عايزينها، لان الشامبو بيقعد قد ايه يعني على الشعر؟ مجرد مثلا ثواني او دقائق معدوده، ده لو قعد دقائق فمش هيديني الايفكت اللي انا عايزاه، اللي هو هيقضي فيها على الفطر المكون للقشره. فبنضطر ان احنا ندخل مع الشامبو القشره دوت مثلا حاجه زي الاسيونات اللي بتضاف قبل استخدامك للشامبوهات، بتتحط على الفروه، لان القشره اصلا مش بتبقى في الشعرايه، بتبقى موجوده اصلا في الفروه نفسها، فهي المكونه للقشره. فانا محتاجه الليسيون اللي يتحط على الفروه مده طويله، يعمل تنظيف ليها كده، ديتوكسنج للفروه من الاخر، يعني عشان ينظف الدهون الزياده وينظف القشره. واللي هيقوم بوظيفه التنظيف هو الشامبوهات، انما مش هتعمل وظيفه الديتوكسنج الليسيونات. فاحنا بنعمل دايما حاجه بتكمل حاجه، زي الليسيون ده حاجه بتكمل المجموعه بتاعه القشره، ودي حاجه مهمه جدا. وفعلا نتائجها بتبقى حلوه قوي لما بتستخدم الاثنين مع بعض. كمان حاجات القشره دايما الناس بتقعد تستخدمها فتره طويل، شامبوهات بتشتكي دايما الخطوه اللي نيجي بعدها هيشان وجفاف الشعر، إمم. لان القشره هي منتجات القشره بتشيل الدهون بتاعه الشعر. فتبص تلاقي بعد كده ان الشعر بدا يجف زياده عن اللزوم، على عكس ما انت تدخل معاه الليسيونات بتاعه القشره. هي دي في حد ذاتها اولا بتقلل الوقت اللي هتستخدم فيه المنتج، وهتديك افكت اسرع، فمش هتهلك الشعر زياده عن اللزوم. إمم. واحنا بقى الميزه عندنا في كل برودكت بنحطه ان احنا بنزود المرطب شويه، المرطبات اللي هي ما تعملش مشكله في انسداد مثلا الفروه، إمم. او ان هي هتزود الزيوت بتاعه الفروه. لا، ده المرطبات دي مرطبات مائيه، هي هتحتاجها الشعرايه كمرطب خفيف كده للشعر، وفي نفس الوقت ما تبقاش تسبب الجفاف الشامبوات كلها بتسببها في السوق. حاجه كمان برضو المشكله زي مشكله التساقط والفراغات. تقريبا معظم الناس اللي بتشتكي من القشره هتلاقي في مشكله بعدها بتتبعها التساقط. إمم. التساقط ده يعني انا لو حليت مشكله القشره يبقى كده حليت مشكله التساقط بنسبه كبيره جدا. فعندي مشكله البرودكت بتاعت التساقط مثلا، زي الليسيوم بتاع التساقط والشامبو بتاع التساقط والسيرم بتاع التساقط. بس ده بقى مش تساقط بس، ده تساقط وانبان. إمم. التساقط مشكله كبيره، يعني ليها خطوات معينه. هي اول حاجه لازم نهتم فيها وجود الفيتامينات في جسمك مظبوطه ولا مش مظبوطه، نسبه عندك نقص حديد، عندك نقص فيتامين د، الحاجات دي كلها لازم اول نتواصل فيها مع العميل ونشوف اخبارها ايه. الخطوه الثانيه اللي بتيجي عندي ان انا لازم بدي مكمل داخلي مع حاجه خارجيه عشان اوصل فيها الفيتامينز للبصيله فتتنشط. وظيفه الليسيون هنا اولا محطوط فيه اكتر من 32 عشبه. إمم. دي وظيفه الاعشاب دي ان هي بتقوي البصيله بتاعه الشعرايه، بتنشطها، توصل فيها الفيتامينز للبصيله اللي خدتها عن طريق الدم اللي موجود، ان انا خدت فيها التابلت وصل لي فيتامينز معينه. محتاجين بقى نشيل الهرمون اللي بيتكون ويترسب على البصيله، اللي هو هرمون الدي اتش تي، بيتشال بالحاجات اللي بتقوي البصيله دي زي الليسيونات. بنقوي فيها البصيله، نحتاج ان احنا نقلل من التساقط شويه. الخطوه اللي تيجي بعد كده ان انا بعالج فيها الفراغات. ما ينفعش اعالج فراغات وانا شعري اوريدي عنده تساقط، انا إمم. هي البصيله ضعيفه، محتاج منين؟ هتجي لها منين القوه اللي هي تفضل في الشعر وتطلع انبات؟ كمان لازم اديها المحفزات
والمنشطات اللي يخليها تقوى، وبعد كده ابدا اتكلم فيها عن الانبات والكلام من ده. وطبعا لازم نبقى ماشيين معاه كروتين علاجي مع روتين داخلي وخارجي في نفس ذات الوقت. منتجات بقى البشره اللي الناس كلها بتدور عليها، منتجات النضاره وتغذيه البشره، وان احنا نملى الخطوط التعبيريه بتاعه الجلد. فكان البيست سيلر عندنا يعني فتره صيف وشتاء هي كريم الكافيار بتاع البشره، او الفيلر بتاع البشره زي ما الناس بتحب تسميه. هو منتج كله طبيعي، كل اللي فيه حاجات طبيعيه فعلا بتسبب نتائج حلوه جدا، من نقطه ان هي بتملى الخطوط التعبيريه، بتدي نضاره للجلد، بتخلي فيه اشراقه للبشره. فدي من الحاجات القويه جدا عندنا. وكمان الكولاجين بتاع البشره، احنا متعارف عن الكريمات الكولاجين اللي في السوق ان هي فقط بتدي ترطيب. المنتج ده الناس اللي استخدمته عندنا قالت هو مش مجرد بيدي ترطيب، هو فعلا بيعالج معاهم اي مشكله بتحصل للبشره. خصوصا بقى الناس اللي هي مامهاتنا وكده بيبقوا عايزين اكتر حاجات سريعه تجيب معاهم، مش هينفع مثلا يستخدموا روتين طويل عريض من مكون من كذا حاجه، هم عايزين حاجه سريعه كده تدي معاهم افكت سريع. فبيبقى دايما تركيزي على الكريمات الحاجات اللي زي دي ان هي تنفع معاكي في كل يعني في السن، سواء صغيره سواء كبيره، سواء يعني لسه بادئه في ان انت تهتمي ببشرتك، فتخليكي عندك تحفزك ان انت تدخلي برودكت اكتر فتلاقي منها نتيجه اكتر. الكولاجين هنا كمان بنهتم فيه ان احنا ما بنضيفش فقط الكولاجين كماده مرطبه، احنا بنضيف فيه الكولاجين بيبتايدز والكولاجين النانو، ان هو يشتغل لي كمان على الطبقات الاعمق من الجلد، فتجيب لي نتيجه كويسه قوي في نقطه ان هو الجلد بدا يشد حيله كده ويبدا يعني يشوفك فعلا، يحس ان هو في تغيير. لدرجه ان انا كان عندي عملاء بتستخدمه تقولي انا بطلت استخدام الميك اب بسبب الكريمات بتاعتك. فعلا يعني ما بقتش تنزل الشارع وهي حاطه ميك اب. فدي كانت اكتر حاجات برضو بسمعها عن النتائج بتاعه البرودكت. طيب دكتور، احنا بما ان احنا عندنا حاجات مميزه جدا فلازم هيبقى العين علينا. هل بقى حد بيقلدنا وده بيضايق بقى وبنحس ان انتوا يا جماعه بتعملوا ايه وكده؟ هو بيضايق بس في حته ان المجهود شويه بتحس ان هو انا تعبي كله راح في ثانيه. ده حته المضايقه. بيبقى انما التقليد ازاي او بيقلدوا في ايه؟ التقليد في فكره المنتج نفسه، هو اكيد مش هيقلد البرودكت نفسها مصنوعه ازاي، لان هو ده ما يعرفش حاجه زي كده. واللي بيقلد دايما ما بيبقاش عنده المعلومه الكافيه اللي هو هيعمل بيها المنتج ده. بيبقى دايما بياخد فكره بتاعت شخص وبيقلدها وخلاص. فمثلا زي منتج انا عامله مثلا فيلر للشعر، فبقت فيلر الشعر دي منتشره في كل حته، بالاضافه بقى ان هو بيتاخد الكلام بتاعك العلمي الكوبي بيست في كل الجروبات تقريبا. فدي اكتر حاجه انا لقيتها الفتره اللي فاتت، ان الكلام بيتاخد كوبي بيست، مفيش اي كرياتيفيتي عليه خالص اطلاقا، يعني اللي هو مجرد ان انت بنبني الكلام على الناس. يجوا بقى الناس تروح تاخد المنتج ده فترجع تاني تندم ان هي خدت حاجه زي كده، والاقي العملاء نفسهم جايبين الكلام وبعتنهم لي سكرين شوت. فدي بتبقى اكتر حاجه فعلا بتضايق. طيب احنا اي حد في بدايه طريقه بيتقال له كلام ايجابي جدا، زي ما احنا قلنا الاسره كانت داعم كبير جدا وزوج حضرتك الدكتور. بس في ناس اكيد برضو احبطتك في الاول، ايه تعملي ايه ايه اللي اتقال في الاول واحبطك؟ هل وقفك ولا ده اللي خلاكي حافز انك تكملي؟ اكيد طبعا سمعت سلبيات كتير من ناس كتير، ويمكن يمكن ده خلاني لا مش هحط في دماغي، بشوفها يعني بشوفها بطريقه تانية، ان هو ممكن يكون مش قصده ده، وممكن يكون قصده ان هو نفسه يبقى في مكان. بس فلا ده خلاني اتحفزت اكتر، اشتغلت على نفسي اكتر، طورت من شغلي اكتر، والحمد لله ده واصل لهم، وبقوا هم اللي كانوا بيقولوا لي كلام سلبي في الاول هم اللي بقوا بيتعاملوا معايا وبيجيبوا لي ناس كمان من كتر ما بقى عندهم ثقه فيا. طيب احنا برضو اكيد بنسمع تعليقات الناس، وده حاجه من ضمن اهم الحاجات اللي بتنجحنا. فاكيد بتسمعي تعليقات كده سلبيه، بتتعاملي مع الحاجات دي ازاي؟ هو التعليقات السلبيه بالنسبه لي انا لازم اخدها في عين الاعتبار، دي حاجه اساسيه، مش باخدها اللي هي انتقاد ليا، هي باخدها بعين ان انا بطور من نفسي، سواء انا كاسراء في تعاملي مع الناس، او سواء في البرودكت نفسها. لازم اطور فيها، لازم اشوف ايه المشكله اللي واجهت كل عميل، ايه السلبيات، وبقدر اصلح منه، وبيخليني اكتر كمان في انتشار الناس. لما العميل دوت بيقول سلبيات معينه، لما باصلحها له، هو بالعكس هو بيبقى عنده ثقة أكبر فيا، إن هو لما يجي يلاقي اتعاملتي معاه بثقة، وتعاملتي معاه بذوق، وتعاملتي معاه إنك حليتي له مشكلته،
فده بالنسبة له لأ، بيرجع تاني مرّة و2 و3. طيب يعني هل الإحباطات اللي حصلت والسلبيات اللي حصلت دي ممكن تخلّيكِ مشغولة جدًا لدرجة تخلّيكِ ما تقدريش توازني ما بين البيت والشغل؟ الحياة الأسرية برضه بتوازني مع الشغل ده إزاي؟ كل ده. هو طبعًا بيبقى مجهود فوق الخارق بالنسبة لي أنا عشان أقدر أوازن ما بين شغلي وما بين البيت عندي. عندي أطفال لسه في مرحلة التأسيس، ربنا فلازم يخلّيهم لِك يا رب. طول الوقت بابقى معاهم ومركّزة في حياتهم. بالإضافة بقى إن أنا بيبقى أوقات شغلي باضبّطها عن أوقات غير أوقات البيت، يعني الصبح، بالليل بيبقى أوقات الشغل دي بتبقى أوقات منفصلة تمامًا عن أوقات البيت. هل في صفة بتحبيها في نَفْسِك أوي ودايمًا بتحاولي إنِّك تنمّي منها، وفي صفة بتحاولي إنِّك تقلّلي التعامل بيها علشان نِفْسِك تبطّليها خالص؟ هي أكتر صفة أنا باحبها إن أنا باحب أدّي الحاجة حقّها بزيادة، أي حاجة، سواء الشغل، سواء البيت، سواء الولاد، باحب أدّي حقّها بزيادة عن اللزوم يعني. فده في حد ذاته بقى ينقلني لنقطة الحاجة اللي باكرهها، إن أنا طول الوقت محمّلة نفسي زيادة عن اللزوم، بيخلّيني متوترة جدًا، في شد عصبي طول الوقت. فده باحاول أشتغل عليه إن أنا أقلل منه شوية وأمشّيه. طيب دكتور، إحنا في ناس بتيجي تحاول تدخل المجال اللي حضرتِك موجودة فيه، ويعني نِفْسهم إنّهم يبدأوا، هيبدأوا إزاي؟ أو لو تنصحيهم إنّهم يعملوا إيه؟ أول حاجة لازم تشتغل على نفسها، ما تاخدش الموضوع كهواية، لأ هي لازم تدرس كويس أوي، أوي، وتقرر إن هي تدرس فيها حاجات علمية. مش أي معلومة تشوفها كده هتاخدها وخلاص، لازم المعلومة دي تبحث فيها كويس أوي، تسأل فيها المتخصصين في المجال مرّة و2 و3 وتجرّبها مرّة و2 و3. والخطوة التانية طبعًا إن هي تنقّي الحاجة اللي بتجيبها من مصادر كويسة، عشان فعلًا دي أكتر حاجة بتفرق مع العميل، وبتخلّي الproduct نفسه زي ما سمعنا من عُملا كتير عندنا إن الproduct بتبقى في نفس الquality بتاعة الحاجات المستوردة. إمم. فدي أكتر حاجة يعني تركّز فيها. طيب دكتور إسراء خالد والفريق بتاعها عاملين شغل مميز جدًا، وبيطوّروا من نَفْسهم كل يوم، بس أكيد ليهم طموح لمستقبل الbrand بتاعهم، إيه الطموح بتاعنا؟ الطموح إن أنا الproduct بتاعتي مبدئيًا تبقى موجودة في كل بيت مصري، إن يكون عندي المصنع الخاص بيّا كتوزيع بقى برّه مصر وداخل مصر. والخدمة التانية اللي نِفْسي أقدّمها أو إن أنا أعملها، إن يكون عندي مركز كبير بيقدّم فيه الخدمة المميزة لكل بنت موجودة فيه من ساعة ما تدخل لحد ما تخرج، سواء بproduct، سواء بجلسات، سواء بخدمات، كل حاجة تلاقيها موجودة عندنا، سواء للشعر، سواء للبشرة، سواء للجسم. دي نِفْسي فعلًا فيها إن أنا أعملها الفترة الجاية. طيب تعالي النهارده نعتبر إن النجاح اللي إحنا فيه ده عبارة عن سلِّم أو عبارة عن طريق، إحنا دلوقتي في بداية الطريق، في نُصّه، في آخره، فين بالضبط في طريق النجاح؟ إحنا في نُص الطريق تقريبًا لسه، يعني مش في أوله، مش في آخره، إحنا لسه قدّامنا مشوار طويل جدًا، عايزة أحقق فيه حاجات كتير جدًا. لسه في product كتيرة جدًا ما اتعملتش، فلأ لسه شوية. عندِك خطة كبيرة لمنتجات إن شاء الله. منتجات ومستقبل في المجال نفسه. إمم. لسه قدامنا كتير شوية يعني. دكتورة إسراء خالد كانت معانا في حلقة مميزة النهارده جدًا، سمعت حاجات يمكن جديدة عليّا، إحنا كرجالة يمكن الموضوع عندنا مختلف، مش عندنا التفاصيل دي كلّها، ويمكن الإجابات اللي حضرتِك قُلتيها فادت ناس كتير من اللي شافوا الحلقة النهارده، لإن في تفاصيل إحنا ما بناخدش بالنا منها زي الحساسية وزي الفيديوهات بتاعة التوعية اللي أنا ممكن أشوفها اللي حضرتِك بتعمليها، تفيدني في شوية حاجات أنا ممكن أكون ما أعرفهاش يعني. حلقة مميزة جدًا، قُلنا فيها تفاصيل كتير، ويمكن إن شاء الله تكون مفيدة للناس، والمنتجات اللي حضرتِك بتقدّميها واضح إن هي مميزة جدًا وناس كتير بتستخدمها، فأتمنى كل واحد يكون بيستخدم أي حاجة أو ييجي مُقبل على شراء أي حاجة، يعمل زي ما حضرتِك بتعملي إيه مع العُملا بتوعِك، إن هُم يروحوا ويفهموا يحكوا مع الناس، يعني ما يبقاش مجرد إن أنا باشتري وخلاص، لأ أنا أحكي مع الشخص عشان يقول لي إذا كانت الحاجة مميزة ليّا والّا لأ، تنفعني أصلًا والّا لأ، عشان زي ما حضرتِك بتقولي الحاجة بقت أسعارها غالية، فبدل ما أشتري الحاجة وبعد كده ييجي لي تحسُّس منها فما أقدرش أستخدمها فتترمي، فيبقى الواحد بيتعامل مع ناس بيهتموا بتفاصيله زي ما حضرتِك بتعملي كده أنتِ والفريق بتاعِك يعني.
مبسوط إن حضرتك كنتِ معانا النهارده، وإن شاء الله يعني مزيد من النجاح والتفوّق للدكتورة إسراء خالد والفريق بتاعها. شكرًا ليك يا أحمد، أنت حقيقي قُلت كل اللي أنا عايزة أقوله في جملة، وشكرًا لكل فريق العمل، وشكرًا لاستضافتكم ومجهودكم الرائع. حقيقي كنت مبسوطة جدًا بالحلقة معاكم، يعني ووضّحت فيها للناس أنا ليه باعمل كده، ليه شغلي نظامه مختلف عن أي حد تاني. شكرًا جدًا ليكم. شرفتينا يا دكتور. نعم. بالضبط كده. هاقول إيه؟ أرُد أنا مش فاكراه أصلًا. دي نقطة تانية. لأ هو ما كانش سؤال، أنا